السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كاملين تكونوا بخير، ان شاء الله ناسكم وحبابكم يكونوا بخير كيما راكم تشوفوا اليوم. جبت لكم في الوصفه نتاع شوربه فيرميسيل. شوفوا كيفاش تجي شابه، تجي خفيفه، تجي رائعه وتجي بنينه بالبزاف. مع دائما النصيحه اللي كنعطيها لكم والطريقه الصحيحه اللي تميكسوا بها الخضره بلا المرقه نتاعكم ما تروح بنتها. ما والو، تبعوا معايا الطريقه للاخر. اول مره نشارك معكم المائده نتاعي درت كيما راكم تشوفوا شوربه فيرميسيل اللي جات خفيفه بزاف وبنينه بزاف وما فيهاش هذاك ليدام لي قهام والاخر. درتها بشويه لحم تاع خروف، راح تشوفوا معايا الطريقه وراكم تشوفوا منا هذاك البوراك اللي شاركت معاكم الورقه نتاعه كيفاش دير تخدم. راح نوريكم الوصفه نتاعها، راح تلقاوها، راح نحطها لكم في صندوق الوصف وراح نحطها لكم في اللينك اللي يفوت من الفوق، راح تلقاو الرابط نتاعها، راح نحطها لكم. درت فيه درته بوراك بالبطاطا ولكن يجي بنين بزاف بواحد الاضافات ضفتهم ليه. ما نقول لكمش واش درت باش يوقع عندكم هذاك الفضول. دوك نحط الفيديو نتاعه، دخلوا شوفوه، راح نحطه لكم في اخر الفيديو نتاع هذا ونحطه لكم في اللينك داك الفوقاني، تلقاو الرابط نتاعه. مجرد ما تكليكوا عليه تدخلوا تلقاو الوصفه. ودرت هذيك اللي ملهيه، راح تشوفوا ما سبقلكمش الاحداث. درت سلطه خفيفه كيما راكم تشوفوا هكذا خفيفه، ودرت هكذا ديك التحليه. واش درت ثاني يا ربي؟ درت شاركت معكم الاخر هذيك المايونيز اللي خدمتها معاكم مام هي درتها. ودرت هاد الشكشوكه نتاع الدنجال اللي تجي بنينه بالبزاف. هذاك البوراك كما راكم تشوفوا، هذيك الشكشوكه نتاع الدنجال تجي بنينه بزاف، راح نحط لكم الطريقه نتاعها. وهذيك المايونيز راكم تشوفوني درت لكم بصبعين. شكشوكه نتاع الدنجال تجي رائعه بزاف وتجي بنينه بزاف، يجي فيها الزيتون. راح نحط لكم الوصفه نتاعها، اللي حابه تدي الوصفه نتاعها راح تستفادوا منهم. من الاشخاص اللي ما يحبوش الدنجال كيديروه بهذه الطريقه يجيكم بنين بزاف ويجيكم رائع. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه المائده المتواضعه نتاعي اللي شاركتها معكم اول مره نشاركها. هذا هو الدنجال، شوفوا كيفاش يجي شباب بزاف ويجي بنين. راح نحط لكم الوصفه نتاعه. راكم تسمعوا هذا هو البوراك اللي خدمته بالعجينه اللي شاركتها معاكم، راني حاطه لكم العجينه راح تلقاوها في اللينك اللي يفوت الفوق. والوصفه راح نحط لكم واش درت فيه. روحوا درك الوصفه نتاع شوربه فيرميسيل نتاعنا باش ما نخرجوش على موضوع هذا الفيديو. اول شيء درت جوج بصلات هذوك طوال، ديك الخضراء راني مقطعاها، حبه طماطم، حبه زروديه، وشويه قزبر ومعدنوس كما راكم تشوفوا. والتوابل نتاعي راهو باينين، ملح، فلفل عكري، شويه كركم وشويه راس الحانوت وشويه زعفران ونص عود نتاع قرفه اللي دائما انا نعتمده في السوب نتاعي، يعطي واحد الذوق شباب في السوب نتاعكم. تبقاو راكم دايرين جامبو، نصحكم تجربوه. درت الزيت كما شفتوا في لاكوكوط نتاعي، درت غير شويه لان اللحم اللي غادي نديره فيه الشحمه. درت لحم الخروف، شويه لحم خروف. انا دائما كي نشري لحم الخروف كنقطعه نخلي واحد ديموسو هكذا لي سوب هكذا الشوربه هكذا محمصه حوايج كيما هكذا. المهم راكم عارفين. نقطع البصله نتاعي كما راكم تشوفوا. تبعوا معايا الطريقه الاخير. هاد الشوربه فيرميسيل تجي بنينه بزاف. تقدروا هاد الطريقه تاع الشوربه تقدروا ميم ديروا بها الاخر شوربه نتاع لسان الطير، شوربه نتاع هذيك سباغيتي ولا دويده ولا مش عارفه واش يقولوا لها، كل واحد واش يقول ليهم. المهم كاع الشوربات تقدروا ديروهم بهذه الوصفه. وراكم تشوفوا الربطه نتاعي نتاع المعدنوس وشويه والقزبر. الاكثريه كثروا القزبر، المعدنوس غير شويه. كما تعرفوا الشوربه تبغي القزبر بزاف، حبه زروديه. وراح تشوفوا هاد الكميه دارت لي تقريبا 6 غرفيات نورمالمون. راح تشوفوا معايا الطريقه. انا نقطع الزروديه نتاعي كيما تعرفوا. الشوربه تبغي هكذا، تبغي اللحم الغنمي، تبغي هاد الصوالح. حتى ما عندكمش اللحم الغنمي كل واحد وظروفه، ربي يقدر كل واحد. ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. ربي يرزقنا ويرزقكم ويرزق كل محروم. تقدروا ديروا الشحمه نتاع الكلام تبنوا بها شوربه نتاعكم. اللي ما عندهش باش يشري اللحم، الشحمه على الاقل تبع شويه موان شار تقدروا تبنوا بها. راكم تشوفوا الطماطم نتاعي راح نقطعها. المره اللي فاتت في الحريره شفتوني الطريقه اللي قلتها لكم تاع اللي تميكسوا بها الخضره. انا دائما الخضره من ميكسيهاش في وسط المرقه اللي نطيب فيها.
هادي نقولها لكم كنصيحة، تبعوا معايا الفيديو راح تشوفوا كيفاش ندير أنا الخضرة نتاعي، دايما نمكسيها وحدها، نصفيها من المرقة اللي طيبتها فيها ونمكسيها وحدها باش الذوق نتاع المرقة تاعي ما يروحش، ومام اللون نتاعها ما يروحش، يبقى كيما هو. راس الحانوت تاعي ملاحظة، راس الحانوت نتاعي راني دايرة فيه الزنجبيل، راني دايرة فيه كلشي كيما نقولوا، قاع القوام، شوي كمون، قاع شوي كروية، قاع القوام، داك علاه ما كنزيدهمش، فهمتوني؟ مع كاينين في راس الحانوت. راح ندير لا كوكوط نتاعي فوق النار تتقلى، ومن بعد نرجع ليكم تشوفوا معايا. التوابل دايما ما نديروهمش يتقلاو مع الخضره نتاعنا باش ما يطلقوناش المروريه، هذه كنصيحه. هاد الربطه الصغيره مع شوي نعناع نخلوهم حتى للاخير، حتى يبقى لينا 5 دقائق باش نطفوا على الشوربه نتاعنا عاد باش نديروهم. كما تعرفوا الشوربه يطبعها النعناع، والاشخاص اللي جامي يجربوا النعناع في الشوربه نقول لكم جربوا فيها، تجي بنينه بالبزاف. فوالا، هذه هي بعد اللي تقلات لي. شوفوا كي طلقت الماء نتاعها، شوفوا كيفاش دبل هذاك القزبر، دبل داك اللحم. دركا واش غادي نديرو، راح نمرقوها بالماء سخون دائما، وقبل نمرقها راح ندير مغرف ماشي معمره نتاع طماطم هكذا ناقصه الا ربع. راح تشوفوا علاه ما كترش طماطم خاطرش من بعد غادي نضيف واحد الاضافات. تبعوا معايا الوصفه فقط. راح نضيف التوابل نتاعي ومن بعد نمرقو بالماء سخون. دايما نصيحه التوابل جامي ديروهم في الاول تقلوا بهم، لانه كاين واحد النوعيه تاع التوابل اللي يطلقوا المروريه وانت ما على بالكش، فهمتيني؟ داك علاه من الاحسن دايما كتبغوا تمرقوا عاد ديروا التوابل نتاعكم. كنت تشوفوا الماء سخون راه غليان، كنت هاد لاكوكوط نتاعي ملاحظه الكوكوط نتاعي تهز 10 لتر ماء، راني درت فيها لو مينيموم. راح تشوفوا معايا الخط نتاعها، راح نوري لكم بصبعي. المينيموم نورمالمون 3 لتر نورمالمون، خاطرش المره اللي فاتت كي درت لكم الحريره شحال من وحده قالت لي شحال درتي من لتر، شحال ديك فهمتوا؟ هي نورمالمون مينيموم في 10 اطرو هي 3 لتر. راح تشوفوا شحال نقص منها، نديروها فوق النار. ها هي بعد لي طابت لي الخضره وكل شيء تشوفوها كيفاش راح تغلي. بعد لي طابت اللحم تاعي صغير في سايطيب ما با هكذا 10 دقائق طابت لي. راح نوريكم بصبعي شوفوا شحال نقص على المينيموم. كتشوفوا واحد الربع بخاسك، واحد نص اطرا هكاك نورمالمون. كتشوفوا شحال نقص. اي فوالا، هذه الطريقه المهمه راح نوريها لكم على المباشر تشوفوها. راح نصفوا الخضره نتاعنا ملي جبت قدامكم نيشان باش تشوفوا، باش من بعد حتى وحده ما تقول لي لا هاك لا هاك لا كيفاش ديك لا كيفاش ديك، لانها شحال من وحده كانوا يبعثوا لي اسئله كي درت لكم الحريره كيفاش ديك، شحال درتي ما، شحال درتي تشيشه، شحال درتي ديك. المهم انا في هذا الفيديو قلت لكم شحال درت الماء بالتفصيل باش يجيكم اللي تبغي دير العبار يبان ليها دير نورمالمون دير لي 6 غرفيات. هاد العبار اللي درته 6 غرفيات حجم متوسط نتاع شوربه فيرميسيل. كنت تشوفوا صفيت الخضره نتاعي، راح نحي داك النص تاع القرفه. صفيت الخضره نتاعي، راح تشوفوا المره اللي فاتت ميكسيتها لكم بالبراي ميكسور، اليوم ما راح نميكسيها لكم بلاشوار باش اللي ما عندهش براي ميكسور يدير بلاشوار، وتقدروا ديروها حتى كي يقولوا له هذاك الميكسور اللي نطحنوا فيه الخضره، راني نتفكر في سميته هذاك تقدروا ما تميكسوا به. راح تشوفوا الطريقه كيفاش ندير. نمسح دوك الجوانب باش كي تكون طيب الشوربه نتاعي ما يتحرقوليش. راح نحي الشوربه نتاعي هذاك المرقه نحيها على جهه، وراح نجيب الميكسي قدامكم هذيك الخضره نتاعي باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل، باش نفوت عليكم تلقطه باش كامل تنجحوا فيها. على بالي بزاف منكم يغفل على هاد الطريقه تاع ميكس الخضره وحدها، على بالي الاكثريه كتميكسوها النيشان الخضره مع المرقه، وهذا اللي يخلي اللون تاع المرقه نتاعكم يروح. ما غاديش تولي فيه ديك الحموريه الشابه، غادي تولي لكم بالبيوضيه، غادي تولي لكم شغل كيما هذيك المراه المريضه هكا كي تتبال المرقه نتاعكم تروح ليها لا كولير نتاعها لا، ومن الذوق يتغير صدقوني يتغير. شوفوا زمان كي كنا نطحنوا الخضره بهذيك الطحانه تاع اليد، شفتوا شحال تجي بنينه والاخر. دركا كي ولاو يميكسوا كلشي في خطره ما تجيش بنينه. ديروها بهاد الطريقه، ننصحكم جربوها بهاد الطريقه وتشوفوا كيفاش تجي بنينه. الاخر لي سوب نتاعكم الحريره نتاعكم كاع يجوا بنان. الماء ندير مابا نص كاس، راح نوريكم دوك تشوفوا الكاس اللي درته هو نطحنوا نميكس الخضره نتاعي. كيما تعرفوا الشوربه ما تبغيش الخضره بزاف ماشي كيما الحريره،
لأن الشوربة تجي خفيفة. باركونتخ الحريرة لازم تجي عاقدة وثقيلة. وكيف شفتو أنا الحريرة نتاعي، اللي ما شافش الحريرة نتاعي نصحك، ها هو الكاس شفتو شحال ديت من هنا، نصحكم روحوا شوفوا الحريرة نتاعي وجربيها وردي عليا الذوق نتاعها كيفاش يجي بنين، والطريقة كيفاش نخدمها وتجي عاقدة بلا فارينة لا والو. تبعوا روحوا شوفوها وردوا عليا الخبر. ندير الخضرة نتاعي اللي ميكسيتها هنايا، راح تشوفوا واش غادي نضيف. راح نديرها هنا، وداك النص نتاع الماء اللي راه باقي راح نشلل به هاد الطاس نتاع لاشوار نتاعي. شوف اي اشوار عندك، مش شرط كيما اي اشوار، المهم حاجه تميكسي وصاي ميكسي بها الخضره نتاعك. اي فوالا ندير هكا باش ما يبقى لي في الطاس حتى حاجه، ونديرو الخضره نتاعنا. راح تشوفوا الاضافات اللي غادي نزيدهم. تبعوا معايا الطريقه فقط للاخر باش هكذا كاملين تنجحوا فيها. فوالا نخلطها وراح نضيف نص مغرف نتاع طماطم معلبه. داك علاه في الاول شتوني ما كثرتش، في الاول درت مغرف مع عامراش، لان في التالي غادي نضيف هاد النصف. هاد النصف واش غادي يدير لنا؟ هاد النصف غادي يمتص لي دام اللي في الاخر، ما يخليهاش ميدمه بزاف تقهم. والحاجه الاولى يعطيها كولار، والحاجه الاولى الثانيه يعطيها شغل كي تذوقيها تحسيها خفيفه وفي نفس الوقت عاقده. درت هذه مغرف صغيره قزبر مطحون وحده، ما مخلط معاه لا كرويه لا حتى حاجه. كما تعرفوا الشوربه ماشي كيما الحريره. الحريره تبغي الكرويه، تبغي في التالي قاع ديرها شويه بسباس وحبه حلاوه يعطيها داك الذوق شباب. ولكن الشوربه لا، الشوربه مختلفه على الحريره. والشوربه ما يجيش فيها الثوم. هنا الكاميرا شغل تقلبت لي عاودت قديتها. السيبور هذا راه معيني، السيبور الاول تاعي تهرس وشريت سيبور جديد راه معيني في الخدمه. ان شاء الله نعاود نشري سيبور وقت اخر لان هذا ما راهش مساعدني. فوالا راه شفتو هذيك الخضره نزيدوها المرقه نتاعنا ونديرها فوق النار تغلي. راح تشوفوا معايا نخلطها ونديرها فوق النار تغلي. قلت لكم داك النص الثاني تاع الطماطم يعطيها ذوق بنين وتجي بنينه الشوربه نتاعكم. وماميك شغل كي تذوقيها تلقيها عاقده وفي نفس الوقت خفيفه ماشي ثقيله. ها هي بعد اللي راها تطبخ لي درتها فوق النار وراها تطبخ. راح نجيب الفيرميسال نتاعي. شوفوا درت لالوش بحجم متوسط، ماشي كبيره بزاف ماشي صغيره ماشي معمره بزاف. انا نحب الشوربه تجي خفيفه. كاين اللي يحبوها ثقيله بزاف، انا لا نحبها خفيفه. هذيك الشحمه اللي كانت في اللحم تاعي راني درتها باش تزيد تطلق لي اليدام نتاعها في الشوربه نتاعي. اللي ما يحبش الشحمه ما يديرهاش، غير طيبي بيها خليها تطلق لك غير البنه وخليها. هذا القزبر وشوي نعناع راح نديرهم حتى يبقى 5 دقائق باش طيب لي الاخر. شوربه فيرميسال نتاعي كما تعرفوا الشوربه مش كيما الحريره. الشوربه ما تديش الوقت في الطياب وما تديش الماء بزاف. داك علاش شفتوني في الاول ما كثرتش الماء، ما تديش الوقت في الطياب. الشوربه في الساعه طيب ما 10 دقائق طيب ليكم. هذه ملاحظه باش ما تخلوهاش طيب بزاف باش ما تعجنش. خلوها ما 10 دقائق وطفوا عليها. الحمص هذا نتاعي درته تالي خاطرش الحمص نتاعي طايب. الحمص نتاعكم اذا ما طايبش ديروه في الاول مع الخضره يطيب ومن بعد صفوه نحوه وحده وعاودوا ردوه في لاكوكوط. ها هي الشوربه نتاعي كي بقى ليها 5 دقائق باش خلاص تكون واجده. قصت هذاك النعناع والقزبر. النعناع يعطي واحد الذوق شباب في الشوربه نتاعنا، ننصحكم به. فوالا هذه هي المايونيز نتاعي راني نوريها لكم باش تشوفوها. اللي خدمتها معاكم تجي بنينه بزاف بلا فرماج بلا حليب بلا والو. ضغطوا لي على هذيك اللايك ما تنساوش. والاشخاص الجدد اذا عجبتكم القناه ما تنساوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد اذا بغيتو. وثاني راح نشارك معكم واحد الفكره جديده. هذا الليم اللي عصرته اللي غادي نديروه في الشوربه، عصرته ودرته هكا في ليمون تاع السيليكون. وكل خطره هكذا كي ديري هكا شوربه تجبدي هذاك المغصو باش ديري هكذا في الشوربه نتاعك. هذه فكره وقلت نوريها لكم تدوها في راسكم باش نتوما ما تقدروا ديروها. فوالا راني نفرغ الشوربه نتاعي في الاخر في السوبيغ نتاعي، نخليها تزيد تماسك شويه وتزيد تهجع شويه ونحطها في طاوله التقديم. راح تشوفوا معايا كاملين التفاصيل. درت داك اللحم نتاعي ضفته، راح تشوفوا قاع التفاصيل كاملين. هذه هي الشوربه نتاعي. شوفوا كي جات شابه ما جاتش ميد ما تقهم وجات بنينه بزاف وما جات لا ثقيله لا خفيفه، جات شابه كما نقولوا. كما تعرفوا الشوربه دائما ما تحبش تجي ثقيله، دائما تجي خفيفه، علاه يسموها الشوربه. راح ندير شوي هكذا شوي قزبر مخلط معاه المعدنوس
نرشه من الفوق باش يعطينا هكذا ذوق شباب. في الشوربة نتاعي أنا دايما نضيفها هكا في التالي باش تبقى البنة نتاعه، فهمتوني يا البنات. ونروح لطاولة التقديم نتاعنا المتواضعة، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هكذا من أفكار من وصفات قدمتهم ليكم كيما راكم تشوفوا. اليوم راها في الدار ريحة رمضان، واش نقول لكم، ديك الريحة مفحفحة نتاع الشوربة، واش نحكي لكم ريحة البوراك. المهم هذه هي المائدة نتاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم. راح نشارك انا وياكم نتاع البوراك، راح تشوفوهم وراح تشوفوا الشكشوكة هذيك تاع الدنجال، راح نحطها لكم كاملين، تلقاوهم في صندوق الوصف، تلقاوهم في دائما في الرابط اللي يطلع الفوق. ليسونسيال حق نهاية الفيديو نقول لكم السلام عليكم.